السلام عليكم. مساكم الله بالخير يا الربع ويعطيكم العافية. يا جماعة أنا واتسابي تهكر. شلون تهكر وشنو الطريقة وشنو القرصنة اللي هابين فيها الهكرات الحين الجديدة؟ راح أقول لكم إياها بالتفصيل عشان اللي أنا طحت فيه لا تطيحون فيه، لأن الموضوع في عرض وفي بيوت وفي خراب وفي دمار، ما هو سهل. أول شيء لا تحطون أي فيديوهات أو أي صور في الواتساب نهائيا. اي صورة تيك خاصة من اهلك، من ناسك، من احبابك، خاصة امسحها او سيفها في اقرب وقت وحطها في البوكس مو في الجهاز. في الحين برامج بوكس تنحط فيها كل الصور والفيديوهات الخاصة. هذا واحد. اثنين، القرصنة الحين اللي هابين فيها هذول اللي ما يخافون الله، الله ينتقم منهم، انه ما يدز لك لينك ولا صورة ولا فيديو، لا، هابين هبة جديدة. شنو هي؟ انه يهكر حساب من حسابات اهلك. شلون؟ بطريقة كود. انا لما تهكر اكاونتي دش علي واحد من اهلي من جماعتي، قال لي وبنفس الاسلوب والطريقة الحوارية اللي بيني وبينه اللي احنا معتادين عليها. شلون خذ الاسلوب والطريقة؟ الحين اعلمكم. كلمني قال لي ابو حماني انت داز لي كود على المسج. ركزوا معي، على المسج مو على الواتساب. قلت له لا. كان يقول لي شيك شوفه نفس الكود اللي عندي. كان اقوم وادش على المسجات ولا فعلا في كود واصلني. كان اقول له انا عني كان اسحب الكود اسوي نسخ واقوم ادز له اياه. قلت له هو واصلني نفس الكود اللي عندك. انا بس دزيت له الكود كان انطرد، انسحب الواتساب. طلع الكود هذا اللي انا دازه هو كودي، كود واتسابي. هذه النظام القرصنه الجديده اللي هابين فيها اللي ما يخافون الله هالكلاب. الشاهد لما اخترق حسابي وطردني، قام وكلم كل اهلي وناسي وربعي. شلون؟ انا مثلا اكلم اخوي، شلون احاوره بنفس الصيغه ياخذها، يتقمص الشخصيه مالتي او مالت اخوي ويروح يحاور اخوي ولا ولد عمي ولا ولد خالي بشخصيتي انا ويهكر. انت داز لي كود، دز لي الكود هذا واصل لك ابي، هذا كودي كود واتسابي، ولا شوف الكود هذا اللي داز لك دزه خل اشوفه نفس الكود اللي عندي. في عده طرق وشغالين على هالسالفه. والله العظيم رحت محل تليفونات العالم واقفه دور اللي متهكره حساباتهم بالقرصنه الجديده هذه. فيا شباب يا ناس يا بنات يا خواتي يا اخواني، ديروا بالكم من هذه القرصنه الجديده، وديروا بالكم انكم تحطون صور او فيديوهات او اشياء خاصه في الواتسابات. الواتساب صار معرض لاي تهكير لاي قرصنه. فهو من هالطريقه يدش عليك من امك من ابوك من خالك من عمك، يخترق اكاونتك من امك ولا من اخوك ولا من عمك وانت ما تدري عن نيه، وبنفس اسلوبها وبنفس اسلوب عمك وبنفس اسلوب الناس اللي تكلمهم. فالموضوع كلش مو سهل ومو هين، فلازم تديرون بالكم. ولما يقرصن اكاونتك يقوم يطلب من الناس فلوس، يكلم امك، يكلم بالذات الحريم، يركز عليهم على اسم الخاله. مثلا خالتي انا طايح بمشكله وهذا رقم حواله مالت صاحبي، حولي لي فلوس بسرعه انا ما اقدر اكلمك. فالموضوع مو سهل جدا ويمشي ويسحبون فلوس من الناس، وفي ناس من اهل الله تعطي فلوس وتحول وما تدري ايش السالفه. الصح واللي لازم تسوونه انكم لما احد يدق عليكم او يكلمكم ارفع السماعه. فلان انت داز لي كود؟ لا، على طول دق عليه قول له انت قاعد تكلمني واتساب، راح يقول لك لا، اعرف انه متهكر. فلان ممكن تحول لي فلوس انا طايح بمصيبه، تقوم وتدق على نفس الشخص اللي قاعد يكلمك، او قول له دز لي فويس بصوتك. والله يحفظ ولاياكم ويستر عليكم وعلى اهلكم وجماعتكم. هذه نصيحه لكم من القلب الى القلب، والله يستر عليكم وديروا بالكم. هذه نظام القرصنه الجديد اللي هابين فيه الحين. والله يحفظكم من كل مكروه.